انا يوسف، وما عمري كنت كنآمن بالجن بزاف حتى عشت هاد القصه اللي غنحكي لكم. وفي العيد الكبير وغادي نبقى ديما نقول ماشي اي ليله تصلح للحمام، ولكن وخصوصا الليله ديال العيد الكبير. قبل ما ندخلوا في هاد القصه المرعبه، الا كنتي من عشاق القصص اللي كيشدوك من الاول حتى للاخر، ما تبخلش عليا بلايك وبارطاجي، وخلي تعليقك على اش درتي في نهار العيد الكبير. وسبق ليك عشي شي حاجه غريبه بحال هادي. وما تنساش تتابعني حيت الجاي غيكون ارعب. نبداو القصه. انا يوسف، وما عمري تخيلت نهار العيد الكبير يكون اخر نهار نقدر نغسل فيه شي حمام. في داك العام وبالضبط في 2015 مشيت لدوار جداتي بعيد على المدينه باش ندوز العيد الكبير. الدار اللي مشيت ليها كانت قديمه بزاف وما فيهاش الدوش، وقلت نمشي لواحد الحمام بلدي كاين في واحد الجامع تما. هو اللي كاين الناس ديال الدوار كاملين الا بغاو يغسلوا كيمشيو لداك الحمام. نغسل ونوجد راسي للعيد الكبير. كانوا الناس مجموعين، ودوك الاجواء ديال العيد اللي كنعيشو كاملين، شري الحولي والفاخر والوليدات دايرين بحال العاده، الجري والضحك والنشاط. وإلا شافوا شي حولي جاي والحولي باع والحولي باع كيف ما كنا حنا صغار. دوزت العشية كاملة تما. مع السبعة ديال العشية قلت نمشي للحمام حيت الوقت باقي والظلام باقي ما طاحش بزاف. فاش وصلت للحمام لقيتو محلول ولكن خاوي. قلت مع راسي مزيانة، غادي ندوش بلاصتنا ونغسل بالزربة ونخرج بحال هادشي. دخلت شعل الضوء، وغير باش تعرفوا راه الجو ديال العروبيه وفي الصيف كيكون سخون بزاف. ولكن واحد الوقيته حسيت بواحد البروده كدوز من حدايا، بحال شي واحد كيدوز من حداك وما كتشوفوش، غير كتحس بداك البرد داز حداك. قلت ماشي مشكل، هادشي غير يكون غير تخيلات وصافي. نكمل داكشي على الجيج، حيدت حوايجي وديت كنغسل. ولكن واحد الصوت بدا كيطلع من البيبان، الصوت ديال الخبير. كنت كنقول شنو هادشي؟ انا في حمام اللي ديجا دخلت ليه ولقيتو خاوي، كنت غير بوحدي. هادشي واش كيتخيل ليا ولا شنو؟ شويه كنسمع الصوت ديال الماء كيتحرك بوحدو، بحال كيما قلت لكم شي واحد معايا في هاد الحمام. مشيت بشويه بخطوات بساط باش نشوف شنو واقع. لقيت موش صغير، ولكن هاد الموش ماشي حي. هاد الموش راه مكفن، مضاير عليه كفن بيض وريحتو بحال ريحة الحوالة، ولكن زايدة فيها شي حاجة ماشي طبيعية، بحال شي لحم محروق بدا يتعفن وعطى الريحة. رجعت لداخل مخلوع، ولكن قبل ما نوصل الضوء فادي، كلشي ولا غامق، والمرايا قدامي بدا كيبان فيها شي وجه ديال الراجل، ولكن عنده عين واحدة. الوجه ديالو بحال شي كبش مذبوح. بقيت غير واقف وكنشوف مصدوم مخلوع، كنقول شنو هادشي؟ شنو هو هادشي؟ واش انا جاي لهنا باش نغسل نحيد عليا الصداع ونوجد العيد الكبير، ولا جاي باش نعيش هادشي هذا؟ واخا كيما قلت لكم انا ما كنتش كنآمن بالجن ولا بداكشي اللي كيوقع لبنادم. واحد شويه كنسمع بصوت غليظ كيقول هنا كنغسلو الدم. انا باقي ما غسلتش ديالي، هنا صافي تبلوكيت. بغيت نتحرك ما قدرتش، بغيت نهرب ما قدرتش، الارض سخناش. واحد اليد خرجت من وسط البرمه ديال السخون. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش البرمه، هي واحد البلاصه اللي كيكون فيها الماء في الحمام المغربي التقليدي، كتكون عامره بالماء وهي مني كيهزو الماء. هادشي الا ما كانش الروبين.
كيف ما قلت لكم بقيت واقف مجمد في بلاصتي وغير كنرجف بوحدي، كنترعد غير بوحدي. هادشي هذا غريب ما عمري عشتو. شويه كنحس بالجوده كيسخون عليا، وواحد الصوت عاوتاني بنفس النبره بدا كيقول هاد السخونيه ماشي ديالك، رجع الدم لديتي. انا محيتي نفهم هاد الصوت وشنو باغي يقول ولا منين جاي الصوت، حيت انا اصلا بوحدي. تصور معايا وانا غير بينوار ديال الحمام، خارج كنزلق في الصابون وكنجري عريان، وكنبكي غير كنهضر غير بوحدي. والناس ديال الدوار كيشوفوا داكشي غريب وكنبان لهم بحال شي مشعوذ خارج من داك الحمام. وصلت عند جداتي وانا مخلوع وبديك الحاله، دخلت للدار وبقيت غير ساكت وما قدرتش ندوي. الناس اللي شافوني البارح بديك الحاله جاو عندي الغد وقالوا لي الحمام اللي مشيتي ليه هذا عام باقي ما تحلش. راه العام اللي فات مات فيه راجل في ليله العيد الكبير وسط السخون، ولقاو عنده كفن ومرايه مهرسه. من داك النهار كل ليله ديال العيد كنبغي ندوش غير في الدار، كيسخن عليا الماء بوحدو، والصوت ديال الماء كيتحرك باقي لحد الان كنسمع. هو واحد الصوت اللي ديما كيدور وكيعاود يرجع عندي، كيقول لي غادي نرجع نغسل باش نعيد انا وياك العيد الجاي. صراحه من داك الليله بقيت مشيت لتا شي حمام مازال، خصوصا في الليله ديال العيد الكبير. الا مازال كتمشي للحمام في الليل حاول تشوف في المرايه قبل ما تغسل، يمكن تلقى فيها شي وجه عنده عين واحد وبحال الكبش كيف ما لقيتو انا.